السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمين يا ابوي. أنعم الله عليك. إيه؟ ساعة نستنوك على ما تصحى؟ امي كانت قالت لي ان حضرتك عايزني. وأنا استغنى عنك؟ شكرا. الشكر لله وحده. أنا بس قلت يعني أصحيك قبل أخوك نجاتي ما يروح عشان نحددوا ميعاد نقابل فيه الحج جابر ونجاتي يبلغه. انا قلت لحضرتك رايي في الموضوع ده. اللي هو رأيي ايه اللي انت قلته يا سعد؟ هو انت كان فيك حيل ساعتها تتكلم؟ ده انت من يومها يا ولدي وانت عمال تقوم وتنام وتنام وتقوم زي القتيل. يا عبد القادر، عبد القادر، انا مش قلت لك احط له لقمه الاول ياكلها وبعدين يقدر يقعد يتكلم وياك وهو مصحصح وفايق؟ انا فايق زين يا ابوي. فايق ازاي يا ولدي وانت ما لحقتش؟ صفية، خبر ايه يا ام نجاتي؟ خبريه؟ هو اي حد تفوت طقة واكل يغمى عليه وما يعرفش يتكلم؟ ده حتى بيقول الواكل الكتير بيخلي الواحد ينبوم. يا سمعنا رأيك يا سعد. انا ما عنديش اي استعداد ان اخطب او اتجوز قبل ما اخلص دراستي واشتغل ويبقى معايا قرش اقدر اصرف بيه على روحي وعلى مرتي. تنساش كمان يا بخوف انك قبل ما هتشتغل هتخش الجيش كمان. الله ينور عليك. اها، قدامه يجي 6-7 سنين كمان. 6-7 سنين ايه يا ولدي؟ حرام عليك ما تفولش على اخوك. نجاتي عنده حق يا اماي، انا قدامي مش اقل من كده. بسيطة يا جواهر اخت عفيفة، عمرها قد ايه؟ يجي 10 سنين يا ام. حرام عليك يا ولدي. لا لا يا عبد القادر، مش 10 سنين، 11 سنة. ما فرقتش. 11 سنة و6 يبقى 17 سنة. زين، يعني نقدروا دلقيت نقروا الفاتحة ونشبكوا وابقى اتجوزها وقت ما تخلص. المهم نحجزوها. صح اكده عداك العيب يا عبد القادر. ابويا اماي كان جاي لي قبل كده اننا هنشبكوها بعد ما اخلص امتحانات ونتجوزوا بعد ما النتيجه ما تبان، يعني بعدها بشهر، شهر ونص بالكتير تكون العروسه كبرت وبقت زين وبقى عندها 11 سنه وشهر، قولي وشهرين. انت يا واد يا سعد، انت واد قليل ادب ونطع كمان. ازاي يبقى ابوك بيكلمك وتحمله وتمشي؟ اوعى يدك، لو مديت يدك عليا تاني انا هنكسرها لك. يا مري، انت قليل الرباية يا مري. الكلب ده ارمي له خلقاته برا البيت. زي ده ما يستحقش القرش اللي بينصرف عليه ولا اللقمة اللي بياكلها. يا مرك يا مرك يا صفية، يا مرك. عادي، عشان خاطري ملناش دعوة احنا بالحكاية دي، ملناش دعوة.